ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده في سفاجة علشان نشوف السياحة العلاجية في سفاجة. ناس كتير ما تعرفش كمان ان سفاجة فيها سياحة علاجية. معظم الاجانب هم للاسف بس اللي يعرفوا الموضوع ده وهم اللي بيلجأوا لها، وفي دكاترة دايما بيرشدوا المرضى بتوعهم زي مثلا دكتور هاني ناظر ان هم يجوا هنا ويتعالجوا، لانها تحديدا واكتر مرض هو بيتعالج منه الصدفية. فاحنا النهارده جينا عشان نعرف تفاصيل اكتر عن ايه هي السياحة العلاجية في سفاجة وبتعالج ايه والفترات بتاعتها ايه، مين اللي يقدر يجي مين اللي ما يقدرش يجي، هل في امراض لو حد مثلا عنده قلب عنده سكر عنده ضغط مش هيناسبه العلاج من النوع دوت. فيلا بينا نبتدي. احنا بقى معانا هاشم هو اللي هيكلمنا عن السياحة العلاجية هنا في سفاجة. ازيك عامل ايه؟ بص بقى فاهم الناس ايه هي السياحة العلاجية في سفاجة، عبارة عن ايه؟ بيبقى ردم في الرمال، عبارة عن ايه؟ انت كلمني بقى زي ما انت عايز. هنتكلم على حاجة، أول حاجة هنتكلم على الصدفية. تمام. مرض الجلد المزمن. تمام. صعب الدكاترة بتاعته، العلاج بتاعه صعب. صحيح. بس في نتيجة عندنا في البحر الأحمر. صحيح. في الشاطئ العام، الشاطئ الأولى سفاجة. تمام. يعني نسبة 50%. حلو قوي. نسبة علاجية. دي نسبة عالية جدا. بالظبط كده، هتضمن لك نتيجة لو شهر. تمام. هتضمن لك نتيجة حلوة فيها. طيب والخطوات بقى الخطوات بتحصل بتاعتها مثلا بتبدأ معاك، أنا أنزل نزول المية من الساعة 4 الفجر. 4 الفجر تمام. لحد طلوع الشمس. تمام. اطلع اخد نص ساعة شمس، بعد كده انزل تاني المية اديها ساعة اطلع اروح. تمام. اجي الساعة كام؟ الساعة 3. تمام. انزل المية اقعد لغاية لما الغروب الشمس. يعني هو قبل ما الشمس ما تغيب ب10 دقايق الحق العشر بتاعتها. حلو قوي. يعني هي العلاج بتاعها بيعتمد على مية وشمس. مية وشمس. طب والرملة؟ لا، الرملة دي بنستفاد منيها للروماتيزم. اللي هي الدفن في الرمال زي اللي في سيوة. بالظبط كده. بتعالج برضو امراض العظم. بالظبط كده. بيبقى ايه خطواتها برضو؟ خطواتها بتبدأ من الساعة 11 الظهر لحد 12. تمام. لو في نسبة عامل عملية قلب مفتوح، أي أعمال غير صراحة في الجسم صعب إن أنا أعتبر. يعني أي حد بيعاني بأي حاجة في عضلة القلب لا. وأعتقد اللي بيبقى عنده كسر جديد على حسب الغضروف حلوة ليها، بس بخارات معينة الأولى والثانية لا. تمام. تمام. والسن معاكي من 12 سنة لحد 100 سنة لو كده. حلو قوي. طيب الفترة بقى العلاجية بتاخد قد يعني كام يوم يقدر يعني معلش لو الخشونة ممكن اديك 7 أيام. تمام. ولو الصدفية أقصى حاجة شهر. العلاج نفسه مكلف ولا في المتوسط؟ مش عايزة أعرف. لا. متوسط خالص. كام مثلا؟ يعني مثلا فرنش كام؟ مش لازم الرقم لان انا عارفه انه هيكون مختلف من شخص لاخر ومن قريه لفندق لثانيه الحاجات دي. لا هو بيكون مثلا ممكن يروح مثلا للدكتور حسن لو الحالة صعبة خالص. تمام. انا ممكن لو وصل عندي هنا بديله الكلام اللي انا هقوله هو اللي هيقوله الدكتور. تمام. هو الدكتور حسن بالصلاة على النبي عليه. الدكتور حسن ده اللي هو هاني الناظر ده. هاني الناظر. قصدك دكتور هاني الناظر. يعالج حالات كتير مجانا الحقيقه. مش على ظروف الناس. صحيح. ايوه له هيبص عليه. ايوه انا رحت له هيبص عليه. هو اصلا صح. لا هو حقيقي الدكتور ربنا يبارك له، تقريبا كلنا بنحبه يعني حب كده لله في لله. شكرا قوي. يعني بجد متشكره جدا. هو ده المكان اللي هم بينزلوا فيه؟ اللي هم بيقولوا فيه زي دايما. حلو قوي. يعني المرضى لما بييجوا يتعالجوا بينزلوا هنا هو. الله ينور عليك. صح؟ احنا متابعهم في موضوع العلاج ده، في امتى تتاخر امتى تزود امتى. ده الاستاذ وائل برضه. استاذ وائل معانا. وائل عوبي صاحب القناه. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك كمل. بس احنا بنتابع الناس مش اكتر، يعني كل الدور اللي بنقوم بيه احنا بنتابعهم. لكن بتتابع المراحل العلاج بتاعتهم يعني. العلاج يصحى في ميعاد، بنحاول ان هو يصحى في ميعاده. لا لو في مثلا جسمه ملتهب بنأخره شويه عن الشمس، بنمنعه من الشمس مثلا كام يوم لمده اسبوع لحد ما جسمه يتحسن كده، وبعدين ياخد ميه بس.
لو هو واخد كورتيزونات عاليه بيمنعه اول اسبوع او اول 10 ايام نهائيا من الماء من الشمس اللي هي نزلت فيها. يعني بتشرف على المراحل العلاج بتاعته عشان ما يحصلش اي حاجه لكن غلط الشرح معاه. الطبي بيبقى تخصص دكتور حسن في منافيل، تخصص دكتور هاني الناظر في منافيل برضه، هما الاثنين بيجي. دكتور هاني بيجي كل خميس. يا جماعه دي المره الرابعه اللي نسمع اسم دكتور هاني الناظر، وطبعا كلنا عارفين ان هو من اكتر مروجي السياحه العلاجيه في مصر. اتفضل حضرتك. بس فهو دكتور هاني بيجي كل خميس عندنا في منافيل هنا. تمام، يعني كمان بيجي كل خميس هنا. كل خميس بيجي سفاجه قريه منافيل. تمام. دكتور حسن دكتور برضه راجل اللي بيشتغل معانا ليه 5 سنين. يعني هم بيشرفوا على الحالات كده برضه. طبعا هو طبعا طبعا يعني هو بيشرف حاله، لان اولا بتبقى اغلب حالات مثلا متحوله من عنده وبتروح امراض جلديه. امراض جلديه. فيها مرض جلد. لا يعني انا اصلي عارفه ان في كمان في حته هنا بيتعالج فيها روماتيزم وحاجات كده. الروماتويد اللي هي اللي هي الدفن في الرمال السود. فين الرمال السود لغايه دلوقتي ما شفتهاش؟ لا في الكيلو 8 في الكيلو 8 بين قريه منافيل وقريه لوتس. لكن هنا مخصوص بس اللي هي الصدفيه. كنا الاول بنعالج الرمله السوداء دي، بنحاول نجيب الرمله هنا موجوده عندنا، وعندنا مكان كبير مخصصين ليهم، بس دي محتاجه طبع طبي على الحاله هي في الرمله، لان موضوع الرمله ده ممكن يكون عنده كبد، ممكن يكون عنده طبعا عارفه ان هم بتوع القلب والكسر الجديد ما بيبقاش بينفع معاهم. طبعا لا، لو عنده اي مرض تاني يقدر يتعبه الرمله تبقى سخنه عليه، نزل ولا قدر الله عنده مثلا قلب، عنده ضغط، عنده سكر، عنده حاجه في الكلى، عنده حاجه ممكن يموت وهو تحت الرمله. طب وانت عارف مثلا من خلال خبرتك بقى هنا في المكان وكده، يعني اكتر حاله بتاخد فتره قد ايه للعلاج مثلا الصدفيه؟ الصدفيه المفصليه. الصدفيه المفصليه اصعب حاله بتقعد فوق. بتاخد قد ايه؟ يعني صدفيه خارجيه وكمان عنده توصل لقد ايه فتره زمنيه يعني في عندي ناس بتقعد تكمل لحد 50 يوم 60 يوم في الإقامة هنا. بس بتبقى كويس، تمشي كويس. بس انا تقريبا كده اسعاركم حلوه، يعني اللي هيجي برده مش هيبقى حاجه. العقبه السياحه دي اصلا احنا مجموعه، انا رئيس مجلس اداره مجموعه العقبه دي شركه. تمام. الدعم ده من عندنا احنا. تمام. عاملين دعم يعني الاسعار برده مش اسعار بسيطه جدا. بسيطه جدا. يعني حضرتك لما تيجي تاخد شاليه مكيف في ثلاجه وبوتاجازك واربع سراير والتلفزيون، تمام، داخل مكان قريه بالليل الناس تسهر، بتقعد اللي معاه اطفال بيقعدوا على يلعبوا على مراجيح، يعني الكلام ده مثلا كل الشهر بتاع ب 4000 جنيه. حلو جدا، يعني زي ايجار شقه قانون جديد في اي حته. 4000 جنيه وبس بيتعالج كمان هنا. حضرتك عضو مجلس اداره غرفه شركه السياحه. اهلا وسهلا بيك. نائب الغرفه الجنوب. اهلا وسهلا. لما اقعد احسب كده فنادق، انا كشاف على القرى الصحيه والفنادق بالنسبه لي معلش يعني اللي بنزل بيه في العوبي ده بنزل بيه ايه ده في كنت لسه هقول لك الفنادق عشان بنروح نتفسح احنا بندفع يا 2000 يا 3 يا 4، مفيش اقل من كده هي الليله. تصنيف كل مدينه بقى، لو في الساحل الشمالي غير هنا، الشرم غير بالظبط، غير الغردقه غير الدهب بالظبط، لكن هنا انا هتعالج. هنا العلاج وبعدين بقى في ميزه كمان احنا بنحاول، يعني هو الموضوع ده اصلا كان اساسه الحاج العوبي والدي، عشان يبقى حاجه فيها لله يعني. تمام. ففضلنا ماشيين على نفس المنهج ده، انا وسواء امامي الاثنين شركاتي اللي معايا حاجه ابعد وحاجه سعد، فضلنا على نفس المنهج. احنا بنحسب المريض ان هو مش مجرد بس ننزل في العوبي ب 4000 جنيه او ينزل مثلا في غرفه ب 2500، لا، المريض ده بيجي اولا مواصلات من بلده على حسابه. صح. اغلب المرضى بيجي طبعا مش هسيب اسرته هناك، واحد ست مش صح بتجيب ولادها معاها فبتعيش حياه كامله عندي. فهو بيبقى الرقم ده شامل الشاليه مش بالفرد يعني كمان. احنا بالظبط، يعني غير الاماكن مثلا بتحسب بالفرد، لا هو الشاليه ده السعر بتاعه. الشاليه ده الاربع فرد. طب واحسن توقيت بقى للعلاج هنا من الصدفيه؟ من شهر 5 لحد شهر 9. لغايه العلاج عموما في الشمس طول الحر. لكن احنا هنا في خدمه الناس. ربنا يخليكم وربنا يبارك لكم، بجد بتقدموا خدمه يعني ربنا هيجازيكم عليها خير ان شاء الله. ده اولا لله، ثانيا يعني ده صاحب المال اللي حبك، احنا ما جبناش عليه يعني. ربنا يبارك له يا رب. الله يخليك، شكرا جدا. شكرا. المطعم ده اكله حلو جدا وخصوصا السمك، لكن انا جايباكوا علشان تشوفوا معايا الشيف عنتر، راجل مثقف جدا. بصوا بقى معانا اهو الشيف عنتر هيحكي لنا كل صورة حكايتها. مين هو مستر أندي دوت؟ نبتدي بيه، يلا. أندي ده ابن صاحب شركة السباق. تمام. ده ابني ده كان على واحد من الناس عمونا، كان القبطان ده كان أول مركب في سفاق. اللي عملوها الإنجليز. تمام. دي أول مركب كانت في سفاق. تمام. ده اليدك بتاعها. الكوبري ده كان عاملينه الروس. تمام. كانت بتنزل في سفاق وكانت بتيجي من ام الحويطات وتتصدر على طريق سفاق. تمام. اللي جنب عندي ده
ده واحد من عندنا برضه من سفاجه من الناس نونو، كان برضه صاحب عم مستر أنبي. تمام. سفاجه البلد لما كانت القروش يجيبوها من على البر. بالسنه الثانيه. ده اللي حلل الميه. كل حاجه كمان كل حاجه. تمام. كل حاجه. واقدم مدرسه بقى؟ اقدم مدرسه كانت 27. تمام. الانجليز كانوا عاملين حاجه. دول معظمهم من ابناء سفاجه اللي انت شايفاهم دول. ايوه. شوف الشياكه. مفيش فرق بين حد. مهندمين قوي. مفيش. لا طبعا. ده كان فراش. كان بيحترموه. ايوه طبعا. انا بقى نشوف هناك الحلوين دول. شوف البيوت بتاعتنا كده. ام الحويطات. دي اصل الخير. بصوا الجمال شكلها عامل ازاي. كل البيوت كانت بتاعتهم دي بتاعت الانجليز، كانوا بيبنوها زي كده. كان بيختاروا الموقع اللي بيقعدوا يسكنوا فيه، ما كانش بيسكنوا عشوائي. كانوا يختاروا الموقع اللي فيه هواء والرطوبه وكل حاجه. دي سفاجه بقى المينا بقى. وده نادي العمال. ده الانجليز عملوه، كانوا عاملين ناديين، نادي الموظفين. الانجليز عاملين حاجات كتيره جدا. كل حاجه. بص كانوا عاملين حاجتين، نادي الموظفين ونادي العمال. دول ليهم نادي وليهم نادي. مفيش فرق بين ده وبين ده. وبصوا بقى الصوره دي مالها يعني مش محتاجه حكاوي. دي بقى الست بقى هنا الجميله بقى والعيش البيوت كلها معظمها. بصوا بقى الجمال الصوره. ودول بقى العباد اللي هم اصل البلد. لو ما شفناش احنا قدام الرياضيين دول. قدام الرياضيين دول بقى. شوفي اقل واحد ده عمره 80 سنه او 90 سنه، اقل واحد. ربنا يديهم الصحه. اللي انت شايفاهم. شوفي الناس. حلو قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.